طول ما انت ماسك مكان في نص الزون التالتة ما تفكرش انك تبايك على اي حد ولا تفايت مع اي حد لونج الا في حالة نوك فينيش او كل هتسرقها. ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك انك تركز على اي روتيشن معدي تسحب منه كلها، تركز على اي روتيشن هيبوش عليك، يعني السكواد يتوزع صح عشان محدش يحاول يبوش عليك ويدخل يبوظ الروم عليك وياخد مكانكم. احنا ماسكين سنتر زون وفي ناس في الحتة دي عند الماركة الصفراء. انا لو رحت بشيت على الناس اللي الماركة الصفراء او على الناس دي في الوقت ده ممكن انا ببوش كده في حد يجي من هنا مثلا ويمسك مكاننا. انا هنا ممكن اعطل بفايت يكون في حد في النفق ده او حد في النفق ده يبوظ علينا الفايت هنا، فلاقي مكان اتمسك، المكان اصلا بتاعنا ده اتمسك، في ناس راحت ومسكته واحنا هنبقى في النص كده. احنا بقينا بين الثلاث سكوادات وخسرنا الفايت. ممكن الساعة هتقول لي اخر واحد، هتاخر واحد في 4 بيبشوا عليه فهيبقى الفايت خسران مهما كان. فانت سنتر زون، طول ما انت سنتر زون تبصوا على توزيعاتكم انها تبقى صح. اوعى تنام يا يحيى. وفر طلقك دايما. لو الزون التالتة فيها عدد كبير يعني فوق ال55 لاعب وانت في مكان، حاول ما تتحركش من مكانك وتوزعوا نفسكوا كويس، لان العدد كبير. لو رحت اي مكان في الزون هتلاقي ناس من كل مكان وهتخسر الفايت. فالحل الوحيد هنا ان انت تهولد، تلعب على الهولد. ولو انت طرف زون العب على الطرف لحد ما الزون دي تقفل وحاول تاخدها اطراف على طول. هقول لك ليه دلوقتي ما ينفعش تتحرك من مكانك لو انت في الزون التالتة وفي اكتر من 55 لاعب، مثلا نقول 60 لاعب. اولا لو سبت مكانك ترجع تلاقي المكان اللي انت فيه ده اتمسك، ده بنسبة كبيرة جدا يعني، حتى لو كنت طرف زون، ان اللي جاي من اوت زون او اللي جاي متاخر او كله دلوقتي بيبص على اطراف الزون. فانت الحل الوحيد ان انت هتلعب اطراف زون. لو الزون اللي انت بتلعبها دي كلها اوبن، يعني مفيش بيوت كتيرة، ما فيش كفرات غير الشجر مثلا والصخر والقش، هتعمل ايه؟ العب اطراف الزون، اوعى تدخل سنتر عشان لو دخلت السنتر هتتضرب من كل مكان. هتلعب على طرف الزون وهتخلي دايما واحد زميلك من اللي معاك في التيم يأمن ظهرك دايما، اتحرك بالعربية لحد ما الزون تقفل عشان تتأكد ان ظهرك سيف. اوعى تنام يا يحيى. وفر طلقك دايما. طول ما في اي جي اللي معاك في التيم ما تديش قرار من دماغك وكأنك الاي جي اللي بتاع التيم. لو عندك رأي ممكن تعرض على الاي جي وهو وقتها يتحمل مسؤولية اختياره، يعني هتحمل مسؤولية نفسه. ولو قدر الله لو انتوا متوا ما فيهاش مشكلة، عادي قول له جي جي وعاش عليك. ما تروحش للاي جي وتقول له انت السبب، احنا متنا بسببك. ما تحسسوش ان اختياراته غلط، هتخليه مشتت دايما انه يقول حاجة تعملوها وتطلع غلط وتتقال نفس الجملة تاني، ان احنا مثلا متنا بسببك. دايما لما بيجي بيختار اي مكان قبل اختياره بيفكر في رد فعل كل واحد فيكم. مطلوب منك تديله ثقة في نفسه وفي اختياراته عشان يطلع افضل حاجة عنده. تعال اقول لك فايدة زميلك اللي في التيم اللي جهازه ضعيف. طول ما في ريندر عندك وانت في الزون تركز جدا في الروتيشنات، وده الكلام للتيم كله طبعا. صاحبك اللي جهازه ضعيف اللي عنده ريندر يا ريت تبلغ زمايلك ان في ريندر وقتها، ان الانفو دي احلى انفو هتاخدها فعلا. اوعى تنام يا يحيى. وفر طلقك دايما. قبل ما تضرب على حد يا ريت تدي انفو عشان زميلك يضرب معاك. ابوس دماغك انفو قبل ما تضرب. وفعل دايما من الاعداد عندك الاوتو مارك هيد لوكيشن بتاعت زميلك، يعني لو زميلك في التيم دمج حد من اي مكان تلقائي بتجيلك مارك الاخر مكان زميلك دمج في حد، وده هيساعدك جدا في اي فايت انت دخلته او اي روتيشن معدي وانت متعرفش فين مكانه لو زميلك ادى انفو وانت ما شفتهاش. لو انتوا كتيم مكانكم حاليا اوت زون وداخلين ومتاخرين والعدد كبير قوي ومفيش مكان تروحوا فيه، مفيش وقت، هتعمل ايه؟ هنا دور الاي جي ال هيختار مكان للبوش عليه، يعمل مارك مابا. بمجرد ما الاي جي ال يعمل مارك في المابا لمكان هتبوش عليه، هنا السبورت هيدور على انسب مكان يعمل فيه سبورت للسكواد بتاعه بناء على المارك اللي عملها الاي جي ال. هيبص ويشوف انسب مكان يقدر يسبورت فيها التيم بتاعه. لو السبورت هنا ما يعرفش مكان كويس ممكن يسال الاي جي ال يقول له اسبورت منين، والاي جي ال هنا دوره ان هو يقول له. هنا السبورت هيبدا يحاول ان هو ينوك حد، ومجرد ما هينوك حد التيم كله هيتقدم. سبورت انت اهم واحد في الفايت، اوعى تتنوك، ابوس دماغك اوعى تتنوك. من وجهة نظري احسن سبورت في التيم دايما بيبقى متمكن ومتميز بسلاح الميني ويكون محاكي. اوعى تنام يا يحيى. وفر طلقك دايما. اهم نقطة هتخليك تكسب اي فايت حتى لو كنت سولو، دايما العب على خطأ اللي قدامك، خلي اللي قدامك يغلط واستغل الفرصة دي. ما تتقدمش انت وتبوش عليه واستغل غلطتك، خليك اذكى منه. مش معنى كده انك لو نزلت نزلتك ومعاك سولو تروح انت تبوش عليه، مش لازم انت اللي تبدأ الفايت، استنى ان هو يغلط والكل تجيلك لحد عندك، الا في حالة واحدة بس.
ايه هي؟ الا في حالة سكوادك كله يكون ودع وانت اللي باقي، وقتها ما عندكش حل غير انك تبش قبل ما سكواده يبش معاه، وهيزنقوك يا صاحبي وهتبقى حفلة. الاهم من النقطة اللي فاتت واهم من كل الكلام اللي اتقال، ما تنساش توفر طلقك دايما. يعني ما تضربش على حد النك بتاعته مش هتفيدك باي حاجه غير انك ضيعت طلقك بس. خليكم هادين دايما، بلاش عكننه، خش واستمتع انت وسكوادك وخليكم متفاهمين دايما. اهم حاجه يا صديقي ما تنساش الاشتراك في القناه عشان تعبت بجد في الفيديو ده، وما تنساش الكومنت الحلو بتاعك، وقولوا لي انتوا محتاجين تعرفوا ايه كمان، وان شاء الله هعمل لكم كل حاجه محتاجينها في الفيديوهات الجايه باذن الله.